مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اشتقت لكم، صار لي كثير غايبة عنكم، كنت شوي تعبانة وجالسة الحين أصير أحسن إن شاء الله بإذن الله بفضل دعائكم. بس صراحة في شيء حاسس بنفسي من وقت آخر سناباتي. في أحد أرسل تكرم وقال لي أروى أنتي من وين؟ من اليمن. فقلت رديت بالسنابة قلت بفخر حضرمية وأفتخر. حضرمية يعني منطقة حضرموت، منطقة معروفة جدا في اليمن ومعروفة أهلها. أنا أصولي من حضرموت، من الديس الحامي، منطقة ديس الحامي أهلي، وأهلي في منهم ساكن في حضرموت، في منهم ساكن في أبين وعدن. من اليمن ومن حتى من الخليج يعرف إيش معنى منطقة حضرموت ويعرف مين هم أهل حضرموت، أشراف وكرام وراقي. فبالتالي عادي جدا إن أنا أقول من حضرموت وأفتخر، لأنه أهل حضرموت مثل ما قلت لكم معروفين. طبعا بس جبت هالإجابة حبوا علي بقى مين؟ حبوا علي طبعا ضعاف العقول، يعني هذا أبسط كلمة أقولها عليهم. ليش تقولي حضرمية؟ قولي من اليمن، حضرموت هي اليمن واحد. طب يعني لعن يعني ما أدري ايش أقول. يعني حضرموت قلت لكم حضرمية من باريس مثلا، قلت لكم حضرمية صوب إنجلترا، قلت لكم حضرمية أمريكا. بالله يعني أمانة هول اللي عندهم عقد من المناطق. يا أخي إذا أنت عندك مشكلة في منطقتك أنا مالي، يعني أنا إيش دخلني؟ في الآخر حظل أقول أنا من حضرموت، مثل اللي يفتخر يقول لك أنا من الرياض، أنا والله من دبي، أنا من القاهرة. يا أخي حرة، أنا أقول حرة، أنا بقول دايما من حضرموت. في الآخر الناس اللي بتفهم، اللي عندها ثقافة فاهمة حضرموت هذه في اليمن، يعني أنا من اليمن، حضرموت منطقتي، كلوه هوا. وبما انه بدينا شوي كذا اليوم نرجع للمود، فحرد على الاسئله اللي كانت جتني، برد على معظم اللي انا صورتهم. شكرا يا ذوب، وشكرا لاهل الامارات الغاليين الغوالي. تسلموا، انا احبكم اكثر والله. الناس اللي كذا اللي تلاقيها راقي كذا وهذا الواحد يحب. والنعم بحالك، تسلم يعني. بس هي ذاتها والله العظيم، يعني ما قلت انا باريسيه مثلا ولا قلت المانيه وافتخر، يعني اولا انا ما تزوجت مصري، زوجي لبناني، لبناني امريكي يعتبر، لانه عاش في امريكا ومعه الجنسيه الامريكيه. و اقول لك انا راح ارسل رسالتك لوعد. وعد هذا اللي معاك في الصوره زوجك ولا لا يا وعد؟ حبيبتي انت ردي عليه، حرام من قهر قاعد يسالني. بس زوجي من عائله المصري في لبنان. زوجي كان مدير الانتاج في قناه الMBC، وتعرفنا في التلفزيون اول ما اشتغلت. ميرسي يا واد ولا يا بت. سر جمالي إذا الله كان وهبني شيء من جمال هو محبتكم ودعاكم لي.